الرحمن الرحيم، والصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم اخوان، احنا بنهاية الشهر الثاني، وطبعا اغلب البلابل والطيور بصورة عامة بالبرية بدأت بالتزاوج واختيار وترميم الأعشاش مالها، مثل ما جاي يشوفون العصافير الدورية والحمام الطويرني هذا البري شلون هسه جاي يرممون بأعشاشهم. فنفس الشيء البلابل البرية بدت، واحتمال بشهر الثالث بدايته تبدي باللم الأعشاش والتفريخ. أما المناطق الجنوبية طبعا هذا الشهر الثاني هسه تكاثرت البلابل لأن جو حار عندهم، فنقول بدأ الموسم. اخوان، مطلوب من عندنا بهاي الفترة أن نرتب المحميات أو الأقفاص. التكاثر، فاز التكاثر اللي دائما وباستمرار أشرح عنها هي متر مربع فما فوق، كل ما يكون أكبر أفضل. زين، ومكان منعزل منفصل، وتختار الطيور المناسبة. هنا أنا أغلب الأخوة يسألون عندي مثلا ذكر جاهز ويجاوب أو يفاري على الأنثى والأنثى تنهزم العدة، هذه معناتها الأنثى ملامة بيض وبعدها ما جاهزة للتزاوج. شو وقت ما صارت عندها تكونت بيض، ذاك الوقت راح تتقبل الذكر، وإلا إذا يفهم على هالوضعية احتمال يقتلها خلاص. فأنت حاول تعزلها أو تعزل الفحل، خليه قفص صغير، والداري الأنثى بالكالسيوم مثل عظم الحبار أو قشور البيض، القبابي، الخضار مثل سبيناغ أو السلك، عندك جميع الخضار. زادا قلت لكم القبابي، البروتين، التمر، زين، الرمان. المهم هو لا تحرمه من جميع الفاكهة يوميا، غير له نوع، بس الخضروات باستمرار عندهم إلى أن تجهز الطيرة في الأسبوع زمان تفتح الفحل عليها. شوف راح هي تقدم على الذكر تطلب من اللقاح، واحتمال هو ينهزم من عندها. فالمهم يصير معادلة بيناتهم. أما الطيور الذكور اللي يشكون من عندها ما تلقح، فأنت حاول تنطيهم الغذاء مع فيتامين اس، هذا مفيد لزيادة هرمونات الذكور. بالنسبة للبلابل، أحب أنبه عن حالة دائما تتكرر بالأسئلة لبعض الأخوة، يقولون الإناث البلابل عندنا تتبيض ولكن ما يطلع فرخ، يعني البيض غير مخصب، ما بيه لقاح من الذكر. هنا شو نسوي؟ هذا الذكر هاي طبعا تنعاد باستمرار وجبة وجبتين مال البيض، وما يلقح البيض، ما يلقح الذكر البيض. هذا شنو؟ احنا الذكر هذا احاول اغيره، واذا تقول لا والله انا مكاني بعيد مثلا بالخارج او ماكو يمنا ذكور او مستعز بي، حاول تعزله مكان واسع وتنطيه هذا الفيتامين اس مع جميع المواد الغذائية المهمة اللي ذكرتها خلال هاي الفترة. والتنشيط والطيران مكان واسع، وهذه يجهز الذكر، تقدر تعيده على الأنثى وإن شاء الله يجيب نتيجة. أكو مشكلة أخرى، أكو طيور تبني الأعشاش وتفلش، أو تبني الأعشاش وتبيض خارج. هاي دائما تتكرر عند البلابل الأليفة. فشنو هاي شغلتها؟ حاول أخلي مكان العيش قريب السقف وأظلله، ولا أتواجد وتقرب لهم باستمرار، أنطيهم أكل ديروتشي وأروح. وفي نفس الوقت أراقب القفص عن طريق كاميرا ومن بعد، أشوف أكو فشي يخيفهم. مثلا أكو مرات قطط دائما تجي تضرب بالسيم، أو حشرات مخيفة مثلا جريدي كذا، فار مرات همينة خوفهم. أخوان، هاي أهم النقاط اللي ذكرتها أو المعوقات اللي
تحصل أثناء التكاثر. نتمنى لكم موفقية والنجاح في أمان الله وحفظه.